حط حته عسل نحل مع حته قشطه. يا ساتر يا ساتر. يعني هو مش وحش، بس انا يعني انا حاسه عادي جدا يعني. الاخبار عاملين ايه؟ بما اني موجود النهارده في السعوديه خصوصا الرياض، فاحنا هنعمل جوله من اكل الشارع في السعوديه، بس النهارده هنعملها بطريقه مختلفه شويه، هنعملها بنكهه مصريه. وبما انكم هتتفرجوا على الفيديو ده في رمضان قبل الفطار، فانا بعتذر عن بشاعه المناظر اللي انتوا هتشوفوها النهارده. وعشان نبتدي يومنا بفطار مصر الاصيل في السعوديه، فاول حاجه هنبتدي بيها هو عم شلتت. واحدة مشلتت اضيف لك الاضافات بتاعتها. هي معاها ايه؟ هي بيجي معاها عسل ابيض وعسل اسود كمان صغيرين. تمام. مش ده اللي هي بلح بالقشطه دي؟ شكل اجبان، شكل لحوم، دجاج، سجق، بسطرمه. طيب دلوقتي احنا موجودين عند عم شلتت. انا طلبت فطيره مشلتته، هو الحجم عنده ما شاء الله فطيره يعني تكفي مثلا 10 تنفار. طلبت فطيره مشكلات لحوم وواحده بالتمر والقشطه، فانا مش عارف هنبدا منين. اول حاجه انا دفعت حق الحاجات دي كلها 101 ريال. نبدا الاول بمشكلات اللحوم. لحمه وجبنه على 100. ناخد قطمه كمان عشان نتاكد. المشلتت بقى بيجي معاه اضافات، عسل نحل، جبنه قديمه، طحينه، وعسل اسود وقشطه، وهنا برده معاه اضافات زياده. فخلينا نجرب المشلتت بيقول ايه. المشلتت حجمه عالمي، الحجم بتاع المشلتت عالمي. هناخد بس حته كده، ناخد الاول حته جبنه قديمه. الجبنه القديمه بتاعت تيتا الله يرحمه. وبعدين نخش على عسل النحل، يعني نغرقها كده عسل نحل. نجرب حته تاني بالقشطه. نحط حته عسل نحل مع حته قشطه. يا ساتر يا ساتر. بعد كده نحبس بواحده بلح بالقشطه. ده منظرها عالمي، تحس ان انت قاعد في الريف في مصر. عالمي. ما ينفعش تكون في السعوديه وما تجربش واحده من اشهر الاكلات او اشهر المطاعم اللي موجوده في السعوديه. البيك حاجه اساسيه لازم تجربها اول ما تكون موجود في السعوديه. فتعال نجرب البيك لاول مره في حياتي ونشوف يستحق الضجه اللي هو عليها دي ولا لا. عايز مسحب حار فيش ناجتس دول. فانا طلبت اشهر وجبه من البيك اللي هي المسحب، اللي هي بتتكون من مسحب مع بطاطس وعيش وتوميه وكاتشب. تعال نشوف بقى المسحب ده بيقول ايه، وهل فعلا يستاهل الضجه اللي الكل بيتكلم عليها ولا لا. هناخد واحد مسحب نحطه جوه التوميه بتاعتهم. يعني هو مش وحش، بس انا يعني انا حاسه عادي جدا يعني. ما اعرفش ده رايي، ما اعرفش الناس بقى اللي جربت البيك او عشاق البيك يقولوا لي هل هو شايفين هو حاجه اكسترا ولا ده، ما اعرفش، بس انا حاسس ان هو عادي جدا يعني. ناخد القطعه السبعه، ممكن نغير راينا يعني. دي اخر قطعه يعني. بعد القطعه السبعه اقول طعمه اتحسن شويه، ممكن في القطعه السبعه طعمه بقى احلى شويه. ما ينفعش يكون موجود في الرياض وما تجربش بلبن. فتعالى نشوف بلبن في الرياض بيقول ايه، والاختراعات بتاعته بتقول ايه، وهل اسعاره اللي موجوده في السعوديه نفس اسعاره في مصر. تعالى نجربه ونشوف النظام عنده.
شوح كشري مانجا، واديني اللي هي طبق الدلع ده، اللي هي اشطوطه رز لبن فراوله موز. عندكم ايه تاني حاجه؟ عندنا ام علي. لا بلاش المعلم. امباليه جديد. امباليه؟ طب اديني واحده امباليه برضه. امباليه كام كده؟ مانجا، طبق الدلع. ايوه امباليه بستاش. كام كده بقى؟ 50. كام؟ 58. طيب انا طلبت من بلبن كشري مانجو، طبق الدلع، امباليه، دولت عاملين حوالي 55 ريال سعودي. هنا بقى ناخد ايه حاجه حاجه. اول حاجه كشري حلو مانجو. طبعا هو الكشري يعني مليان، حاطين من تحت رز، بعد كده طبقه كريمه، بعد كده حاطين جلاش ومانجا من فوق، بعد كده ناخده ايه كله على بعضه. هو جامد بس لسه ما وصلتش الرز نفسه، يعني ناخد معلقه تاني من تحت. هو الرز فيه تقريبا يعني معدوم. المانجا ساقعه تلج، تحس ان زي ما يكون ايس كريم. يعني الكشري الصراحه مش قوي، مش اللي هو زي ما كنت متوقعه. تاني حاجه معانا طبق الدلع. طبق الدلع ده عباره عن رز بلبن وقشطوطه وعليه شويه فواكه. يعني اعتقد طبق الدلع ده احلى من الكشري شويه. اعتقد ده برضه نجرب واحده تاني كده كله على بعضه. اعتقد طعمه احلى من الكشري. اخر حاجه معانا امباليه باستاشيو، وده اللي شكله الصراحه عالي قوي، بس معرفش الطعم بيقول ايه. شكله ده اقلهم الصراحه، ده ما عجبنيش خالص. يعني مش عارف، حاسس ان الاختراعات الجديده مش اللي هي يعني. الرز اللبن بالنسبه لي بتاعهم الساده اعتقد احسن من الثلاثه دول. كنت سالت مصريين عايشين في الرياض عن احسن مطعم مصري ممكن واحد يجربه، وكان في اجماع عن مطعم حاره مصريه. فتعالى نجرب مطعم حاره مصريه، نشوف الاكل اللي فيه بيقول ايه. مطعم حاره مصريه، كل الديكورات اللي فيه، كل الستايلات اللي موجوده في المطعم، تحس ان انت في مصر، تحس ان انت في الحسين، في خان الخليلي. مطعم جميل جدا، بس المشكله الرئيسيه ان انا ما كنتش عارف اصور، او التصوير جواه كان صعب، فما قدرتش اصور جوه المطعم قوي. يعني اكتر حاجه قدرت اصورها هو شكل الاكل نفسه وشكل المطعم من جوه، بس للاسف ما قدرتش اعمل ريفيو كامل للمطعم بسبب ان التصوير هناك كان صعب شويه. بس هو الاكل بتاعه عالي جدا، ممكن اسعاره غاليه شويه بالنسبه لبقيه المطاعم اللي موجوده في السعوديه، بس الاكل بتاعه عالمي.